قبل ما نخوض بقى في تفاصيل يمكن العديد من الموضوعات الرياضيه والمتاحه على الساحه الرياضيه، ايه رايكم نسافر لقطر والاستاذ محمد الجزار ناقدنا الرياضي اللي متواجد حاليا بقطر واثناء تدريب منتخبنا الوطني الاخير قبل لقاء غدا الودي مع المنتخب الكيني. استاذ محمد اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ خالد، وتحياتنا لضيوفك استاذ جمال الجزيري والكابتن اسامه خالد. اهلا بيك استاذ محمد. استاذ محمد يعني حاول كده حضرتك توصف لنا ماذا يدور في العاصمه القطريه الدوحه قبل لقاء غدا، وايه اللي لفت انتباهك من لحظه وصول منتخبنا الوطني امس وحتى الان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه استاذ خالد، كان البعثه وصلت النهارده في الساعه 2:30 ظهرا الى العاصمه القطريه، وكان في استقبالهم الاستاذ محمد عبد السميع المدير الاقليمي لشركه مصر للطيران، وايضا ممثل السفاره المصريه المستشار وليد حجاج لانشغال السفير المصري مع وزير الخارجيه. وصلت البعثه وكان الحضور الجماهيري قليل شويه، يمكن انشغال الناس بمواعيد الدوام ويمكن غياب لاعيبه الاهلي، فكان العدد الجماهيري لا يعد على اصابع اليد الواحده. بعد كده توجه المنتخب لفندق مقر الاقامه وقابلهم هناك السفير، ثم توجهوا قبل قليل الى ملعب التدريب في استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافه. يمكن منعت الشركه الراعيه دخول الاعلاميين ومنعوا التصوير تماما، وقرروا ان يوم الثلاث ان شاء الله يكون الباب مفتوح امام الاعلاميين للحضور واجراء اللقاءات الصحفيه مع اللاعبين. يمكن كان في كذا حاجه بارزه خلال وصول بعثه المنتخب. يمكن حصل موقف طريف كده للكابتن سمير عدلي اللي هو رئيس البعثه والمدير الاداري للمنتخب. الكابتن سمير زي ما احنا كلنا عارفين هو المدير الاداري للمنتخب، دايما بيتوجه للباص بتاع اللاعبين، لكن كان مسؤول الاتحاد القطري مخصصين له سياره خاصه تكون ضمن طبعا. انا قلت يمكن ده في اخباري صح تمام، وقلت ده يمكن في اخباري، وكابتن سمير ما رضاش يركب السياره الخاصه برئيس البعثه الا بعد الاطمئنان على اللعيبه. فعلا، وكانت لفته جميله منه، كل الناس اشادت بيها، والكابتن سمير طبعا من الناس المعروفين، راجل معروف عنه تفاني، وده مش جديد على الكابتن سمير. فعلا يا استاذ خالد. طيب المباراه غدا الساعه كام يا محمد؟ واضح ان السكه الخط قطع، لكن عايزين نطمن عشان يعني بعض الناس بتقول الساعه 5:15 الماتش، لا ناس ثانيه تقول 5، ناس ثانيه بتقول 7. عايزين كنا نطمئن من الاستاذ محمد الجزار.